ازاي استخدم الاي اي في البيزنس بتاعي او ادخله كورك فلو او كاطار عمل في البيزنس بتاعي بشكل كويس. في الفيديو ده هحاول اقول لك شويه نقاط تاخد بالك منها علشان خاطر تقدر تعمل الموضوع ده بافضل طريقه ممكن. اول حاجه لازم نتفق ان الاي اي لو دخل على حاجه فيها عدم نظام هيزود عدم النظام ده مش هيظبطه. فما ينفعش فكره انه اي حاجه بالاي اي، لان في شركات كتير جدا نزلت الايام دي اي حاجه بتحطها يقول لك احنا عندنا اي اي، بس انت تيجي تبص تلاقي عباره عن فوضى عارمه ومفيش اي تفاصيل لها علاقه بالنظام، والاي اي بوظ الدنيا اكتر. ولكن الاي اي لو اتحط على سيستم فيه نظام هيزود النظام بتاعه اكتر ويخليه احسن واحسن، وهي دي الفكره اللي لازم نتفق عليها. تاني نقطه، وانت جاي بتشتغل لازم تختار الاقسام المهمه الاول، زي مثلا قسم المبيعات، قسم خدمه العملاء، قسم التسويق. الاقسام دي بشكل عام ركز عليها. تركز على ايه جواها؟ على المهام اللي بتتكرر كل يوم. كل يوم هم بيعملوا ايه؟ على المهام الروتينيه او اللي فيها مثلا بحث او اللي فيها تلخيص او اللي فيها حاجات روتينيه بتتعاد او ما هياش كرييتيف قوي او مش بتتطلب الابداع العالي او الكرياتيفيتي بتاعت فكره ان انا اقعد افكر كده ومخمخ علشان اطلع حاجه. زي مثلا في المبيعات حته انه هو يحاول يلاقي الناس المهتمه او نسبة التقفيل او مثلا الكلام اللي بيتقال ده كله كلام محفوظ كتمبليتات او كده تتحسن ازاي او تتعدل ازاي. كل التفاصيل دي تبدأ تركز عليها ان انت تحاول تشوف ازاي تستخدم الاي اي فيها، وما تبقاش مفترض ان انت لازم تستخدم الاي اي بشكل كامل بحيث ان انت تلغي الموظفين. ده حاليا غير منطقي، بس الحل ان انت تدخل الاي اي في سيستم وتحاول تخليه يزود السيستم او النظام ويظبط الدنيا. وهي دي تقريبا اهم نقط تركز عليها وانت بتعمل الموضوع ده. ولكن في نقطة نهائية، انك كل حاجة تحولها لورك فلو. ورك فلو يعني اطار عمل، يعني خطوات. في عندي بعمل مثلا التلخيص بالشكل 1 2 3، تبدا تحاول تشتغل بنفس الشكل. فكل ما كان عندك ورك فلو واضح كل ما تقدر ان انت تخلي الاي اي ينفذ لك بنفس الشكل كل مره، ما يلخبطش او ما يطلعلكش الناتج اللي انت عايزه فعلا. ودي الحاجات اللي تقدر تستخدمها في البدايه، ثم بعد كده ممكن تتعمق اكتر.